المهم الكابتن خالد الغندور أي الكلام لو أنا قُلته كنت لقيت أزبل خلق الله بيشتموني، مع كامل الاحترام للكابتن خالد الغندور. يعني الكابتن خالد الغندور أي الكلام يا جماعة النهارده كلام رهيب جدًا، جدًا، جدًا. الكابتن خالد الغندور أي الكلام رهيب جدًا، جدًا، جدًا. بُص يعني إيه، بيقول لك محمد عبد الله جناح الأهلي مشروع لاعب مميز جدًا ويمتلك شخصية وإضافة قوية، ومع الوقت هيكتسب الخبرات وهيصبح لاعب مهم في الفريق. أتفق مع الكابتن خالد الغندور جدًا في الكلام اللي قاله أو بيقوله على اللاعب محمد عبد الله. فعلًا يا كابتن خالد يا غندور محمد عبد الله لاعب رائع ولاعب متميز. لاعب رائع ولاعب متميز. بس الكابتن خالد الغندور قال حاجه حلوه عن محمد عبد الله، وبعد كده برضه رجع قال لك ايه؟ قال لك الاهلاويه مركزين على انذار زيزو رغم ان مفيش فار، ومطنشين ان هناك ضربه جزاء لسيف الجزيري وكان في فار، وقال العب في اقل من 10 ثواني، ولا دي مش لازم نجيب سيرتها، مش مهم، بس هتخدم افكارنا. يا كابتن خالد الفرقه كانت بتشحت كوره، يا كابتن خالد، يا كابتن خالد الفرقه كانت بتشحت كوره. يعني وأنت نَفْسك مش راضي عن الأداء، بس ماشي، أنا باتّفق معاك إن لعبة الجزيري فيها وعليها، وكان لازم يروح للVAR، كان لازم يروح للVAR، وفي لعبة الجزيري فيها وعليها. ولكن بصراحة يعني الفرقة وحشة أوي يا كابتن خالد، الفرقة وحشة أوي، فرقة وحشة أوي، 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 أوي. الفرقة وحشة أوي، أوي، أوي فوق ما تتخيّل، فوق ما تتخيّل. يعني الفرقة وحشة فوق ما تتخيّل، وحشة فوق ما تتخيّل. معلش يا كابتن خالد ربنا يجيبها ستاير يوم، مش ستاير ربنا يعدّيها جمايل ويجيبها مستورة يوم 22. بصراحة يعني الوضع صعب جدًا. كابتن خالد الغندور بصراحة بتعجبني آراءه اليومين دول وفيها اتزان وبيدّي كل واحد حقّه. هذه كلمة لوجه الله بصراحة يعني. اليومين دول بالراجل اللي بيدّي الناس حقّها وبيتكلّم بتوازن واتزان، وفعلًا باتّفق مع محمد عبد الله لاعب الأهلي مشروع لاعب كبير جدًا، جدًا، جدًا.